يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة هطلب منكم دعمكم باللايك والشير، واللي بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. بيبدأ الفيلم سنة 1937 مع واحدة اسمها ديانا، وبتكون في القصر بتاعها في جزيرة كراوفورد. وفجأة ديانا بتسمع صوت خبط جامد على الباب، وبتنزل تفتح وهي خايفة، مش بتلاقي حد، وبتلاقي حد واقف وراها في القصر، فبتسيب القصر وبتجري. وفجأة بتشوف حد بيجري والشخص ده بيقتلها. بعدها بتظهر كارلي وجوزها كيفن، وبيتفقوا هيقضوا أجازتهم في مدينة كراوفورد ازاي. وكيفن بيروح هو يأجر قارب. كارلي بتدخل متجر تحف وبتتعرف على كاثي صاحبة المتجر، وكارل بتكون كاتبة روايات وجوزها كيفن ممثل. وكارل بتعرف كاثي إن هي هتقضي الصيف كله على جزيرة كراوفورد، فكاثي بتقول لها إنها أكيد سمعت عن اللي حصل لديانا. كارل بتكون عارفة وعندها شوية معلومات، بس في غموض في الموضوع ومش فاهماه كله. وكاثي بتتضايق من تطفل كارل، وبتفهم إنها عايزة تكتب قصة ديانا، فبتقول لها إن هي ما عندهاش معلومات كفاية، وبتقول لها على مكتبة تروحها. صاحبة المكتبة اسمها السيدة بالمر وممكن تساعدها. بعدها كارل وكيفن بياخدوا قارب وبيروحوا الجزيرة، ولما بيوصلوا بياخدهم الكابتن مورو يفرجهم على الجزيرة، وبيروحوا المكان اللي ديانا اتقتلت فيه، وبيحكي لهم عن القصر التاريخي اللي كانت ديانا عايشة فيه. وبيقول لهم إن اسم القصر كراوفورد مانور، واللي بناه جون هنري كراوفورد. وبعد ما بنى القصر سافر، وبعد سنين رجع بعد ما اتجوز حبيبته ديانا، والقصر حاليا بيأجروه للناس اللي جاية من مدينة تانية. وطبعا كارل وكيفن بيكونوا مأجرين القصر ده علشان يقضوا فيه أجازتهم. بيوصلوا القصر ومورو بيفرجهم عليه وعلى صور جون هنري وديانا، وبيحكي لهم إن بعد سنين من إقامة جون وديانا في القصر بدأ جون يشوف شخصية غامضة في الجزيرة، بس وقتها ديانا ما صدقتهوش وقالت إن ده في خيال جون وبس. وفي ليلة جون راح المدينة وديانا فضلت في القصر لوحدها، ودي كانت آخر مرة جون يشوف فيها ديانا. وتاني يوم الصبح كان بيغسل جسمها على الشاطئ بعد ما لقاها ميتة بالخنق ومرمية في المية، ومفيش أي حد من الجيران شاف أي حد جاي بقارب، وكلهم بيلاحظوا إن كارل فيها شبه من ديانا. كارل بتعرفهم إنها سمعت قبل كده إن ديانا تقرب لها من بعيد، وهي إن ديانا تبقى مرات ابن عم جد كارل. وكارل بتقول لهم هي مش متأكدة، بس هتدور على المعلومة وتتأكد أكتر. بالليل كارل وهي نايمة بتحلم إنها بتتمشى في الجزيرة، وفجأة شخص بينادي عليها وبيضربها بحديدة على دماغها. بتصحى وهي خايفة وبتلاقي جرح في إيديها، وبعدها بتنزل تقعد مع كيفن وبيشربوا وبيحتفلوا بوجودهم في القصر. وبعدها بيطلعوا يناموا، وكارل بتصحى على صوت خبط في الدور العلوي من القصر، فبتاخد الكشاف وبتطلع تشوف الصوت جاي منين، وبتتحرك وهي خايفة. ولما بتطلع بتلاقي الصوت جاي من الشباك بسبب إن الهوا بيحركه. بيدخل في رجليها إزاز، ولما بتبص تحت رجليها بتلاقي إزاز شباك مكسور. بتبص على كل الشبابيك مش بتلاقي ولا شباك مكسور. تاني يوم كارلي بتحكي لكيفن عن اللي حصل امبارح، وبتقوله هي مش قادرة تفهم الإزاز المكسور جه منين، بس هو مش بيهتم غير إن هو يطمن على الجرح اللي في رجليها. وبعدها بيعرفها إن هم هيروحوا البر الرئيسي علشان يتسوقوا، وبعدها هيروح هو يقعد في الكافيه علشان يتابع الشغل بتاعه. وكارل بتعرفه إنها ناوية تروح لمكتبة في المدينة. بعدها بيوصلوا المينا بيقابلوا مورو، بيعرفهم إن كان في واحدة بتسأل عليهم، وبيقول لهم إنها ما قالتش اسمها، بس هي بشرتها سمرة وقالت إنها تعرفهم. كارل وكيفن مش بيكونوا عارفين ممكن تكون مين دي اللي سألت عليهم، خصوصا إن محدش يعرف مكانهم أصلا، وبيطلبوا من مورو لو شافها تاني يعرف اسمها. كارل وكيفن بيتفرقوا علشان كيفن يروح الكافيه وكارل تروح المكتبة. وكارل لما بتروح المكتبة بتقابل السيدة بالمر وبتعرفها بنفسها. بالمر بتقول لها إن كاثي حكت لها عنها وقالت لها إن هي ممكن تزور المكتبة. وبالمر بتكون مبسوطة إنها شافت كارل لأنها كاتبة الروايات المفضلة ليها. وبالمر بتكون عرفت إنها قاعدة في قصر كراوفورد، وبتقول لها أكيد عرفت قصة ديانا. فكارل بتقول لها إنها فعلا عرفت القصة، بس لسه عايزة تعرف أكتر. بالمر بتقول لها إنها تعرف معلومات مش هتلاقيها عند أي حد تاني. وبالمر بتديها كتاب مكتوب من أيام
الستينات عن جون وديانا، وكمان مقالات اتكتبت بعد قتل ديانا على طول. وبتبدأ كارل تقرأ المقالات وتكتب منها معلومات في المذكرات بتاعتها. وبعد شوية كيفن بيروح لها المكتبة وكارل بتاخد معاها الكتاب وبيمشوا. وهم في طريقهم كيفن بيعترف لها إنه متضايق منها لأنها برضو بتدور في قضية ديانا، وبيفكرها بكتابها القديم لما كتبته عن جريمة قتل حقيقية، وكانت أخت اللي اتقتل هي اللي قتلته، فأخوهم الأكبر ضرب كارل ودراعها اتصاب. كيفن بيكون خايف عليها يحصل لها مشكلة تانية بسبب كتابتها عن الجرائم الحقيقية، وبيقول لها توقف كتابة أو ممكن تكتب قصص خيالية. بس كارل مش بيعجبها كلامه، وبتقوله إن الناس اللي اتقتلت وهي شايفة إنها بتساعدهم لما بتكتب قصتهم. وبتقطع كلامهم بنت من معجبين كارل اسمها دينا، وبتشكر في شغل كارل وبتعرفها إنها اتعلمت منها حاجات كتير وهي بتحل القضايا، زي مثلا تعقب المشتبه فيهم أو الأشخاص اللي هي مهتمة بيهم. وبتتفاجئ بقى إن المعجبة دي مراقباها وجاية وراها بالطرق اللي اتعلمتها منها في الكتب اللي كارل كتبتها. ولما دينا بتاخد بالها من كيفن مش بتديله اهتمام رغم إن هو ممثل، وده طبعا بيضايقه. وبتقوله دينا إنها عرفت إن هو ساب شغله، وكارل بتمضلها على كتاب وبيمشوا. ولما كيفن وكارل بيقفوا بالقارب كيفن بيقول لها شكل البنت مراقباهم كويس لأن لسه محدش يعرف إنه هو ساب شغله. وفجأة كارل بتشوف واحدة لابسة فستان أبيض وماشية في الجنينة، وكارل بتمشي ناحيتها وبتنادي بتسألها هي مين ورايحة على فين، وبتكون مستغربة هي جاية هنا ليه. والبنت دي بتختفي قبل ما كارل توصل لها، وكيفن بيقول لها إنه ما شافش حد معدي وبيبدأ يقلق على كارل. تاني يوم كارل بتنزل لوحدها المدينة وبتروح المكتبة، وبالمر بتفرجها على صور لجون وديانا وصور قديمة للقصر. وفي وسط الصور بتشوف صورة لجدها الكبير متصور قدام القصر، وبتقول لبالمر إن جدها اسمه تشارلز ويبقى ابن عم جون هنري. بعدها بالمر بتوريها نسخة من تشريح ديانا وبتعرف إنها كانت ميتة مخنوقة. وبالمر بتعرفها إن الجيران كلهم أكدوا إن ديانا كانت لوحدها على الجزيرة. فكارل بتسألها لو في أي حد عايشر عيلة كراوفورد ولسه عايش، فبالمر بتقول لها مفيش غير لويس بلاك ودي تبقى جدة كاثي، وبتعرفها العنوان بتاعهم. كارل بتروح للويس ولويس بتطلب منها بلاش تقول لكاثي عن زيارتها، وده لأن كاثي مش بتحب إن جدتها تتكلم عن الجزيرة. وبتعرفها إن كاثي تبقى صاحبة ابن أخو جون وهو اللي ساعد كاثي في تمويل المتجر بتاعها. وبتبدأ لويس تحكي لها عن ديانا، ولويس وديانا كانوا صحاب. وكارل بتاخد منها معلومات شخصية عن ديانا، وبتحكي لها إن بعد ما جون وديانا اتجوزوا جون سابها وراح رحلة من رحلاته الخارجية قعد فيها شهور، ووقتها صرف كل فلوسه. والخدم اللي في القصر علشان ما خدوش فلوسهم سابوا القصر ومشوا، وفضلت ديانا لوحدها على الجزيرة. ولما كارل بتعرف لويس إن جدها يبقى تشارلز، لويس بتتوتر وبتكذب وبتقول إنها ما تعرفوش، وبتقول لكارل إنها تعبت ومش هتقدر تكمل دلوقتي. كارل وهي نازلة بتقابل كاثي على السلم، وكاثي فهمت إن بالمر هي اللي قالت لها على العنوان، وبتفهمها إن هي خايفة على جدتها ومش عايزاها تحكي عن المشاكل الماضي علشان صحتها. وبتكلمها وهي متضايقة، وبتقول لها إن بلدهم مش مستنية واحدة زيها علشان ترجع فيها مشكلة عدى عليها سنين. كارل وهي في طريقها بتخبط في بنت اسمها لورين وبيتعرفوا على بعض. لورين بتكون سامعة عن كارل بس مش من متابعينها، وبتعرف إن المدينة كلها بتتكلم عن الكاتبة اللي قاعدة في القصر بتاع كراوفورد. ولورين بتعرفها إن هي عايشة على الجزيرة اللي قدام جزيرة كراوفورد، وبيتفقوا إن هما يتقابلوا تاني علشان لورين تحكي لكارل كل القصص اللي سمعتها عن قتل ديانا. كارل لما بترجع القصر بتكتب كل المعلومات اللي عرفتها والمعلومات اللي قدرت تطلعها من الكتب لحد تاني يوم الصبح. والصبح كارل بتلاقي صناديق قديمة في القصر بتفتش فيها، وبتلاقي من ضمنها أوراق وصور. فبتطلب من كيفن يخرج هو لوحده لأنها لسه عايزة تشوف في إيه في الصناديق التانية، وطبعا دي حاجة بتضايق كيفن فبيخرج هو. وفي الصناديق كارل بتلاقي صندوق صغير وجواه سلسلة وجواب من جون لديانا. جون كان كاتب لها في الجواب إنه مضطر يبعد عنها فترة طويلة، وبيعرفها إن هو كمان نفسه يرجع ويتجمعوا تاني. وبعدها جون بينقل كلامه في الرسالة لتشارلز، وبيكون مضمون كلامه إن هدية تشارلز وصلت له، وبيطلب من تشارلز ما يبطلش يبعت له جوابات لأنها بتساعده في غربته. كارل بتاخد السلسلة وبتلبسها وبترجع تكتب تاني. بعد شوية كيفن بيرجع وكارل بتحكي له عن الجواب والسلسلة، بتقوله إنها لقت جواب غرامي كان جدها بعته لديانا، معنى كده إن ديانا كانت بتخون جون وممكن يكون ده دافع جون إنه يقتلها. وبتعرفه إنها من الأول كانت شاكة في جون، بس المشكلة الوحيدة إنه هو عنده حجة غياب.
وعلشان كده فكرت إن ممكن يكون تشارلز هو اللي قتلها بعد ما رفضته مثلا. تاني يوم بيروحوا المتجر بتاع كاثي، وكيفن بتجيله مكالمة لمقابلة شغله، وبيكونوا عايزينه موجود معاهم تاني يوم الصبح. كارل بتتفق مع كيفن إن هو يسافر ويخلص ويرجع لها، وهو بيعرفها إن أول ما يخلص هيرجع لها في نفس اليوم. وبيسافر كيفن، وبالليل كارل بتكون لوحدها في القصر، بتبص من الشباك بتشوف نفس البنت اللي شافتها قبل كده ولابسة نفس الفستان الأبيض وبتتمشى في الجنينة. كارل طبعا بتخاف وبتاخد الكشاف والتليفون وبتطلع علشان تشوفها، ولما كارل بتقرب عليها البنت بتجري وبتختفي. كارل بتخاف خصوصا لما بتسمع أصوات كتير حواليها وكأن حد ماشي على الزرع، فكارل بتصرخ وبتجري بترجع القصر. بتدخل تنام وهي مرعوبة وبتحلم نفس الحلم اللي حلمته أول ليلة في القصر. وتاني يوم بتصحى بتلاقي صورة ديانا اللي على الحيطة مقلوبة، وده طبعا بيرعبها. وفي نفس اللحظة الباب بيخبط، بتكون لورين وجاية بتقول لها إن هي سمعتها وهي بتصرخ امبارح وجاية علشان تطمن عليها. كارل بتحكي لها إن هي تخيلت إن في حد ماشي، لكن لما خرجت ما كانش فيه أي حد. لورين بتعزم نفسها على قهوة، ولما بتدخل بتفضل تقرأ المعلومات اللي كارل جمعتها. لورين بتعرفها إن هي سمعت قبل كده وهي بتقول لجوزها إنها شافت واحدة بتتمشى ولابسة فستان أبيض. كارل بتستغرب إزاي لورين سمعتهم. لورين بتقول لها إن هي مش بتؤمن بالأشباح، بس هي شايفة إن اللي ظهر ده شبح، وظهر لأن المفروض محدش كان يسكن في القصر. وبتعترف لورين كمان إن هي بتشوف الشبح ده. كارل بتصدقها وبتقول لها إن هي شافته امبارح وهو ده اللي خلاها تصرخ الليلة اللي فاتت. لورين بتقول لها إن هي دايما بتظهر في نفس المكان، وبتاخد كارل توريها المكان اللي هي بتظهر فيه، وبتقول لها إن هي كمان هتوريها المكان بالظبط اللي بتقف عنده. وقتها كارل بتسمع صوت كيفن بينادي عليها من القصر، فكارل بتقول للورين إن هي هتجيب كيفن علشان تحكي له هو كمان. وبتروح كارل تاخد كيفن معاها وبتقول له إن في بنت اسمها لورين بتشوف نفس البنت صاحبة الفستان الأبيض، ودلوقتي هي هتاخدهم وتوريهم المكان اللي البنت دي بتظهر فيه. المشكلة بقى لما كارل وكيفن بيروحوا المكان اللي كانت لورين واقفة فيه مش بيلاقوا لورين. كيفن مش بيكون مصدق إن في واحدة اسمها لورين أصلا، خصوصا إنه لما وصل المينا ما كانش فيه أي قارب واقف. كارل بتفضل مصدومة شوية من اختفاء لورين وبيرجعوا القصر تاني. كارل بتحكي لكيفن عن اللي شافته امبارح وعن كل كلام لورين، بس كيفن مش بيصدقها ولا فاهم كلامها وشايف ان كل ده تخيلات بسبب ضغط الشغل وقلة النوم. وكيفن بيحكي لها انه راح المكان اللي المفروض كان يعمل فيه المقابلة لكن ما لقاش اي حد، وحتى لما فكر يرجع يتصل بيهم ما لقاش رقمهم على تليفونه. بيدخلوا بعدها الأوضة وكارل بتلاقي صورة ديانا اتعدلت. بالليل كارل بتعرف كيفن إنها تبدأ تدور علشان تعرف كل الأشخاص اللي كانوا في المدينة وقت قتل ديانا، لأن أكيد حد منهم مشتبه فيه. وبتوريله جواب من جدها تشارلز لديانا بيكون مكتوب فيه اسم مش باين منه غير حرف الدي وحرف الN. بتخمن إن الاسم دانيال، بس مش واضح من الكلام مين دانيال. واليوم التاني كارل بتاخد جواب من الجوابات الغرامية اللي كانت من تشارلز لديانا، وبتروح تقابل لويز وبتوري لها الجواب. لويز بتقول لها إن هي ما كانتش تعرف تشارلز بشكل شخصي، كل اللي تعرفه إن هو جه زار ديانا لما جون كان مسافر لأوروبا وفضل مسافر شهور. ولما جون رجع كان تشارلز بيستخبى في الغابة اللي جنب القصر علشان يشوف ديانا، وتشارلز بقى كان هو الشخصية الغامضة اللي جون كان بيشوفه. ولما ديانا عرفت كانت بتحاول توهم جون إن مفيش حد وإن ده مجرد خيال. ديانا بعدها حملت وما كانتش عايزة جون يعرف لأنها كانت حامل من تشارلز، علشان كده كانت دايما بتلبس هدوم واسعة جدا. وقبل ما ديانا تتقتل بأسابيع تشارلز اتشاف في المدينة مع ابنه من ديانا، وكانت دي آخر مرة تشارلز ظهر فيها في المدينة. وكانت ديانا متفقة معاه إنها تلم حاجتها من القصر وتروح تعيش معاه، بس جون رجع بشكل مفاجئ وفضل قاعد فترة طويلة على عكس عادته. ووقتها ديانا اعترفت لجون على تشارلز وعلى الطفل اللي جابته منه. ولويز بقى رأيها إن جون هو اللي قتل ديانا بعد ما عرف الحقيقة. كارل بتسألها دانيال ده يبقى اسم ابنهم؟ لويز بتقول لها إن هي ما تعرفش دانيال، وتعرف إن ديانا كانت عايزة تسميه على اسم أبوها. فكارل بتسألها كان أبوها اسمه دونالد؟ لويز بتقول لها أيوة، وبتستغرب كارل عرفت إزاي. المفاجأة بقى إن اسم دونالد بيكون اسم جد كارل، ولويز بتفهم بقى إن من هنا جه الشبه
بين كارل وديانا، وكارل بتبص في الجواب اللي معاها بتعرف إن الاسم اللي مكتوب هو دونالد مش دانيال. بترجع كارل القصر بالليل وبتفضل تفكر إزاي ممكن يكون جون قتل ديانا رغم إن محدش شافه على الجزيرة اليوم ده. وقتها بتفتكر الكوخ الصغير اللي هو برضه يبقى ملك جون وجنب القصر. لما بتدخل الكوخ بتلاقي فيه الفستان الأبيض اللي بتشوف البنت لابساه في الغابة، وكمان بتلاقي الباروكة اللي بتكون لابساها وكل الكتب بتاعت كارل. وفجأة بتدخل عليها لورين وبترحب بيها في بيتها، ولورين بتفاجئ كارل إن هي شخصية من اللي اتكلمت عنها في أول كتاب ليها، وبتقول لها إن هي بنت نوريس بيجي. فكارل بتفتكرها وبتعرف إن لورين اسمها الحقيقي أشلي، وبسبب كتاب كارل مامة أشلي اتسجنت باقي حياتها لأنها قتلت جوزها نوريس بطريقة وحشية. وكارل بتحاول تفهم أشلي إن كان لازم مامتها تاخد عقابها، وبتقول لها أشلي وهي بتعيط إن دلوقتي بسببها هي بقت يتيمة. وأشلي بتاخد سكينة وبتقول إن باباها كان شخص وحش وكان يستحق القتل. وفي نفس الوقت كارل بتمسك حديدة علشان تدافع عن نفسها، وكارل بتحاول تهدي أشلي وبتقول لها إنها بس كانت عايزة تعرف الحقيقة وحاسة بيها وعارفة إن هي تعبت كتير في حياتها. كارل بتجري منها وأشلي بتاخد مسدس وبتخرج وراها. كارل بتدخل القصر بتلاقي كيفن صاحي وبتقوله إن في واحدة حقيقية بتحاول تقتلها، وهو برضه مفكر إن كل ده في خيالها، وبيسألها بقى هي دي نفس البنت صاحبة الفستان الأبيض. كارل بتحكي له الحقيقة وبتقوله إن البنت اللي بتجري وراها تبقى بنت واحدة سجنتها وجاية تنتقم منها. كارل بتتكلم وهي مرعوبة ومنهارة وعايزة تبلغ الشرطة، لكن كيفن برضه مش مقتنع بكلامها وشايف إن كلامها مش منطقي. في اللحظة دي بيسمعوا صوت حد جاي من بره، وأشلي بتدخل القصر بالمسدس، وأشلي بتشوفهم وهما مستخبيين وبتقول لكيفن إن بسبب مراته عيلتها وحياتها اتدمروا. وأشلي بتفضح كيفن وبتعترف لكارل إن كيفن كان بيقضي أجازات نهاية الأسبوع معاها، وإنه لما بيرجع من المدينة كان بيراسلها طول الوقت. كارل بتبص لكيفن اللي مش بينكر كلام أشلي وبتكون مصدومة فيه، وبتقول لها أشلي إن هما يعرفوا بعض بقالهم 6 شهور. كارل بتقوم فجأة علشان تجري على الباب، فأشلي بتجري وراها علشان تقتلها، بس كيفن بيوقفها وبيتكلم معاها علشان يعطلها، وبيسألها لو فعلا كارل هي كانت السبب في إن مامتها تدخل السجن وإزاي ما حكتلهوش قبل كده. كارل بتسمعهم من غير ما يشوفوها، وأشلي بترفع المسدس على كيفن علشان ما يمسكهاش، وبتكون أشلي هي اللي اتصلت بكيفن وقالت له على مقابلة الشغل المزيفة علشان تقعد مع كارل لوحدهم. واليوم اللي جات قعدت فيه مع كارل كانت جاية الجزيرة سباحة، علشان كده كيفن ما شافش أي قارب، وبتقوله إنها كانت بتفكر تقتله وبعدها تقتل كارل، ويبان بقى إن مراته المجنونة هي اللي قتلته وبعدها خلصت على نفسها. كيفن بينادي على كارل وبيقول لها تهرب. أشلي بتضرب كيفن رصاصة في رجله، وكارل بتيجي من وراها بتخبطها حديدة على راسها بتوقعها على الأرض. وكيفن وكارل بيخرجوا من القصر، وأشلي بتقوم تاخد الحديدة وبتطلع وراهم. ولما كارل وكيفن بيوصلوا المينا مش بيلاقوا القارب بتاعهم، وأشلي بتيجي قبل ما يهربوا. كيفن بيحاول يضربها فبتضربه على دماغه، وبتحاول تضرب كارل بس كل مرة كارل بتتفادى الضربة لحد ما كارل بتمسك صخرة تقيلة وبتضرب أشلي وبتقع على الأرض ميتة، وبعدها كيفن بيبدأ يفوق من الضربة. بعدها بتظهر كارل وهي بتكتب إنها لما عرفت الطريقة اللي أشلي دخلت بيها الجزيرة وإنها فضلت موجودة من غير ما حد يحس بيها، فهمت إن جون عمل نفس الطريقة، وبكده اتأكدت إن جون هو اللي قتل ديانا. وبتقول إن اليوم اللي اتقتلت فيه ديانا كانت محضرة شنطتها علشان تسافر لتشارلز وابنهم، لكن في الوقت ده جون بدأ في خطته. ومن الصور اللي كانت كارل بتشوفها لجون بتعرف إن جون كان بطل في السباحة، وفي الليلة دي جون دخل الجزيرة سباحة وساب القارب بتاعه في المدينة عشان الناس كلها تفكروا في المدينة. وفجأة ديانا لقت الباب بيخبط وكان جون، وفضل يجري وراها وخنقها واتخلص من جثتها في المية ورجع المدينة تاني سباحة من غير ما حد يشوفه. كارل بتقول لكيفن ومورو إن هي هتشارك اللي هي وصلت له مع الشرطة المحلية، وبتقول لكيفن إنها دلوقتي فعلا محتاجة تاخد أجازة. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في الملخص اللي جاي.